اهلا بيكم في 60 دقيقة كورة مع أحمد جزار. يلا بينا. الاهلي يفوز على الوداد النهارده يا جماعه في استاد القاهره بنتيجه 2-1، ورغم كده في ناس كتير قوي بتشكك ويقول لك ان الاهلي النهارده كان سيء وان النتيجه مش كويسه. طب ليه؟ تعالى اقول لكم ايه السبب. الاهلي النهارده بيفوز على الوداد المغربي في استاد القاهره بنتيجه 2-1، ولكن رغم كده جماهير الاهلي وبعض الجماهير المصريه مش عاجبهم الاداء، وقالوا ان النتيجه ديت مش كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، لان في عوده وهتكون هناك ان شاء الله طبعا في ارض الوداد المغربي في المغرب، وعلشان كده النتيجه 2-1 تحط الاهلي في خطر. بس خطر ليه؟ هم شافوا الجون بس بتاع الوداد، لكن ما شافوش الجنين الاثنين بتوع الاهلي. والاهلي زي ما قلنا يا جماعه ولسه هنقول تاني هو بابا الشغلانه في مصر وفي افريقيا كلها. والرساله دي رايحه لكل الجماهير المصريه عامه، بس مش جماهير الاهلي. علشان خاطر الناس اللي بتشارك في كرات الاهلي، انا احب اقول لك يا صديقي ان شاء الله ان الاهلي هيروح هناك في ارض الوداد المغربي في المغرب وهيجيب الحادية عشر، وان شاء الله الاهلي اداء ودود، وكل لعيبه الاهلي رجاله ومفيش حد فيهم قصر النهارده، وكان اداء الاهلي اعلى من المطلوب كمان. وهارد لك ان شاء الله للوداد المغربي، والنهائي هيكون ان شاء الله